يسعد أوقاتكم يا رب. كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير، وأهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناة. بتشكركم من كل قلبي على دعمكم للفيديو الماضي وعلى كل كلمة حلوة كتبتوها. ما بتتصوروا قديه انبسطت وقديه عطتوني معنويات وقديه شجعتوني إني أقدم لكم وصفات أكثر وأكثر. بتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تابعوا الفيديو وأعطوني رأيكم بالتعليقات. رح نعمل سوا اليوم تبولة السبانخ. بتمنى تجربوها لأنه بتستحق التجربة، كثير طيبة وكثير مفيدة. عندي 50 غرام برغل كبي، برغل ناعم أبيض ما يعادل كاسة شاي. غسلتهم بمية الحنفية وضفت عليهم عصير ليموني وحدي، و4 حبات بندورة متوسطة الحجم قطعتهم لمكعبات. هلأ تبولة السبانخ ما لازم تكون تقطيع فيها ناعم مثل تبولة البقدونس، لأنه السبانخ ما فينا ننعمها كثير لأنه بتدوب. بحركهم مع بعضهم، بتركهم هيك يتغلغلوا ببعضهم وتنفش حبة البرغل أو تشرب مية البندورة والحامض. بحط عليهم بصلي متوسطة الحجم، كمان قطعتها لمكعبات تتناسب مع حجم مكعبات البندورة. مثل ما قلت لكم رح اتركهم شوي وبعدين رح ضفلهم الزيت. انا ضفت هون كاسة شاي زيت، يعني 50 غرام. فيك تحطي حسب الرغبة. هلا قي بتحب الزيت بتطلع اطيب، بس حسب الرغبة فيك تضيفي كمية الزيت. حركهم مع بعضهم وبعدين بروح لتحضير السبانخ. عندي 400 غرام من السبانخ، غسلتهم 4 مرات قبل التقطيع ومرتين بعد التقطيع. السبانخ بده نظافة كثير لأنه بيحمل بقلبه حتى بنص الساق بيحمل أتربة كثير، فضروري نغسله كمان بعد التقطيع. بعد ما نتأكد إنه السبانخ نظف معنا لازم نحط له رشة ملح صغيرة لحتى ينزل كل المي اللي فيه، وبعدين نعصره ونضيفه على جاط التتبيل. طبعا أنا ما لبست كفوف لأن مغسلة إيدي منيح وعم اشتغل ببيتي ولعائلتي. وما حبيت انه دائما فرجيكم صورة المثالية انه دائما نلبس كفوف. خلص يعني نحن ستات بيوت ودائما ايدنا تحت الحنفية ودائما بنغسل ايدينا، فخلينا نكون طبيعيين اكثر وما نتصنع كل شيء. فخلص يعني يمكن هيك صحي اكثر من استخدام كفوف البلاستيك. رح حاول بعد ورقات السبانخ عن بعضهم هيك فرفدهم رجعهم لوضعهم الطبيعي بعد العصر، ورح دبلهم مع بعضهم وحركهم. طبعا إذا لاحظتوا لحد الآن أنا ما ضفت الملح لأني كنت ضايفة الملح للسبانخ قبل التعصير. فهلأ بحركهم مع بعضهم وبذوقهم، إذا بدهم ملح بضفلهم، إذا ما بدهم ملح بكون أنا يعني ما خربت الوصفة تبعي. نحركهم منيح مع بعضهم. لاحظوا الفرم مو ناعم، يعني مشان ضل السبانخ مبيني لأنه فورا بتذوب وبتدبل. ومثل ما بنعرف بكل أنواع السلطات يعني ما بيسوى نتبل السلطة أو نحركها ونضيف لها الدريسنج تبعها قبل التقديم، لأنه بينتزع شكلها وبتطلع كل المي اللي فيها وما بتعود مبينة فريش. فقدر الإمكان قبل التقديم مباشرة، أو حتى نترك الدريسنج على جنب إذا كان عنا ضيوف ونضيف على الطاولة ونحرك مباشرة قبل السكب. هي ملاحظات صغيرة بس عن جد بتفرق كثير بنجاح الوصفة. هون عم ذوق تبولتي وحسيت انه بدها شوية ملح. شوفوا هالألوان ما أحلاها، عن جد بتفتح النفس. رشيت رشة ملح صغيرة وحطيت ملعقة صغيرة كثير سكر منشان عادل الطعمات وأظهرها. وعن جد كثير بتفرق ملعقة السكر بوصفات التبولة، سواء تبولة السبانخ أو تبولة البقدونس. بحركهم وبتأكد انه ما عاد بحاجة لشي وصاروا جاهزين للسكب والتقديم. حابة أعطيكم ملاحظة ثانية. أنا بالأول كنت أعمل تبولة السبانخ بدون ما أعصر السبانخ، يعني غسلها منيح منيح وارجع أفرمها وغسلها منيح منيح وأفرشها على فوطة مطبخ نظيفة. خليها لتنشف المية منها وبعدين تبلها. وبهالحالة ما بحاجة نحن ل 400 غرام، بحاجة لنصف الكمية، لأنه السبانخ إذا ما دبل أو ما طلعت المي منه بيكون حجمه كبير. فكنت قدمها بدون تعصير، وبصراحة جوزي حبها بدون تعصير أكثر من هاي. أنا العكس، أنا حبيت هاي أكثر. ففيكي كمان تقدمي تبولة السبانخ بدون تعصير، بس بشرط أنه بعد ما تفرميها تفرشيها على فوطة لحتى مية الغسيل اللي غسلنا فيها السبانخ تطلع وتنشف قبل التتبيل. وهي وصفتنا لليوم، كثير سهلة وبسيطة مفيدة
وتستحق التجربة. في ناس كتير ما بتحب السبانخ المطبوخة، فبنصحكم تاكلوا السبانخ كسلطة أو تعملوها بهي الطريقة، طريقة التبولة. أكيد أنا متأكدة رح تحبوها. هون إجا على بالي جربها بالخبز الأسمر، خبز الصاج. ما تتصوروا قد إيه النكهة طيبة. خبز أسمر، ريحة القمح البلدي مع ريحة السبانخ، ريحة الطبيعة. يعني لما أكلت هاللقمة تذكرت أمي وستي وتذكرت طفولتي. تخيلوا إن كنا نغمس السلطة بالخبز لحتى نشبع. كان عنا حكورة أو حديقة صغيرة، نحن بنقول حكورة. طبعا ماما وستي كانوا زرعين فيها البصل والنعنع والخس، وكمان كانت تطلع الطبيعة يعني بتعطي أعشاب قابلة للأكل حتى بدون زرع. فكانوا يجيبوا هالخضار، والبقلي كانت تطلع عنا كثير. يجيبوها يغسلوها يفرموها، يضيفوا لها لبن رايب ويضيفوا لها ملح وزيت زيتون وثوم، وناكل بالخبز. وما تتخيلوا قديه طيب ولذيذ. فعن جد هاللقمة رجعتني 30 سنة لورا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفة اليوم. بتمنى تكون نالت إعجابكم. لا تنسوني من اللايك وتعليقاتكم الحلوة والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا. بحبكم كتير وبشوفكم بوصفات جديدة. باي باي.